محكمة. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، جئت اليوم أعرض أمام محكمتكم الموقرة شيئا أكثر من الوباء وإن أصح التعبير. جئت اليوم وبصفتي كمحامي جئت أدافع عن الممثل المغربي، لأن الممثل المغربي يا سيد القاضي أصبح عرضة للفقر والتهميش، بل أكثر من هذا، فهناك بعض الممثلين الذين طردوا من منازلهم لأنهم لم يؤدوا واجب الكراء بسبب الفقر وقلة الحيلة يا سيد الرئيس. وما من سبب فعلوا إلا أنهم وجدوا في مكان لا يحترم الفنان ومشاعره. سيد الرئيس، ادخل في الموضوع يا أستاذ، ادخل في الموضوع اللي أردل، ادخل في الموضوع. نعم؟ في الموضوع اللي أردل. لا أنا بغيت نسخن شوية باش نزيد الأمور توضح أكثر. هذا مكان محكمة. يا سيد الرئيس أصبح عرضة للفقر والتهميش. ونزيدك، اسمع، هذه شكاية ديال واحد الممثل، نقرأ، اسمع، هذه بخط واحد الممثل مغربي معروف. اسمع شنو كيقول من غير ذكر الأسماء. اسمع: أنا بصفتي كممثل كنت أدفع وأتسوق لبعض المخرجين. اسمع، هو هنا كيهضر على راسه. اسمع شنو كيقول: كنت أتسوق لبعض المخرجين من السوق وأدفع فواتيرهم، بمعنى أنه كيسخر لهم، كيخلص الضوء، كيجيب البوطه، يجيب الزيت على خراك، سير خراك. هذا راه واقع، أنا ما كنخربقش يا سيد الرئيس، هذا راه واقع. واسمع ونزيدك، هذه واحد الممثلة كان جا عندها شي مخرج وقال لها جي عندي غدا مع الزوج ديال الليل، حقا ما حقا عندي عيد الميلاد عادي. واسمع، ومني جات عنده الدار ما لقات والو، لقات غير باك المخرج لابس واحد الشورط قصيور وحده واحد الناموسيه دو بلاص اللي العرض ديالها كيمتد من 3 متر حتى 4 متر. وهاد التصويره ديال المضربه ها هي عندي، هذا نشوفها. هاي سي رئيس، هاي درت لها كادر تهلا فيها، شوف فيها مزيان، دوها تما ديروا لها التحاليل عن الشرطه العلميه، والمهم انت كتعرف راهي تكون تاع الكلام. وبيني وبينك هذا ما تحرقش امك. شاد الهضره، شاد الاسلوب هذا. لا انا غير انفعلت، واخا ما فمك شويه. وضحكوا عليه بورقه تافهه اسمها بطاقه فنان. شنو سميتها؟ بطاقه فنان. هاي شوف، هاي الولاد، هيا هنا كاينه هاي شوف، هيا هذه ديال واحد الممثل كان لاحق، قرعت مرات تشوفها ديال، شوفها مزيان، تشوفها مزيان، وفي الاخر خشاف تما عندك في قابطه، تما في قابطه، تما يبقاش الشغل العلميه يشوفوها. كونات الشم هذا الخاوي ديال والو. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، وبعد السماع إلى الشهود لن أتنازل في الدفاع عن موكلي الممثل المغربي، خصوصا بعد السماع إلى بكائهم وصراخهم الذي أحرق قلبي، وأنا صاحب القلب الودود. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لأن القضية هزت كل الفنانين وأشعلت نيران الحرقة والانفعال لدى أسرة الضحايا. سيد القاضي، سيد الرئيس، حضرات المستشارين، فأنا أطالب بأقصى العقوبات إلى بعض المنتجين والمخرجين يا سيد الرئيس الذين يتعالون على أسيادهم الممثلين. طبعا فهم أسيادهم، فالممثل يا سيد الرئيس هو من يجعل للفيلم بهجة، فمن دونهم لا فرجة ولا إبداع يا سيد الرئيس. فالممثل يا سيد الرئيس هو من يعطي بتقاسيم وجهه لنا لكي نبكي ونضحك أحيانا. سيد الرئيس، لأن الجواب واضح يا سيد الرئيس، فالممثل المغربي لا حول له ولا قوة، هو عبارة عن أراكوز يتحكم به شخص متوحش يلقب بالمخرج.
فيأتي الممثل المسكين ويردد ما يقال له، وهو حتى لا يعرف مضمون القصة ولا أحداث الفيلم. يا سيد الرئيس، الممثل المغربي شخص ضعيف لا رأي له داخل قاعة التصوير، ويتعرض للسب والشتم بسبب أدواره التي هي في الأصل ليست له. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، أرجو من محكمتكم الموقرة أن تنصف موكلي الممثل المغربي الذي أصبح يلقب بالحموضة. فأين البرتقال في نظرك يا سيد الرئيس؟